وصول الدكتور مرسي سيؤثر على كل دائره من دول تاثير مختلف. انا هبدا بالدائره الاكثر اشتعالا، هتجاوز اسرائيل الى سوريا. ايه علاقه الدكتور مرسي بسوريا؟ ايه علاقه مصر بسوريا في الاصل؟ يعني انت بتسال سؤال بديهي في الاستراتيجيه العسكريه، استراتيجيه الامن القومي المصري في ارتباط دائم. ايوه، لا قول لي جاي منين ازاي يعني. بمعنى احنا لدينا موقف واضح من الحركات الاسلاميه عموما وجماعه الاخوان المسلمين بشكل خاص، سواء تضامنا مع اخواتهم في سوريا اللي هم جزء من الثوره او الانتفاضه، من طريقه حل الازمه السوريه. الموقف ده متناقض من الاخر مع رؤيه الاجهزه الامنيه والقوميه والسياديه في مصر. متناقض. تمام. دي قضيه اولى. انت بس عشان اشرح للناس، انت تقصد ان هو دلوقتي الرئيس القادم ده هو موقفه ضد بشار الاسد مع الاطاحه، والاجهزه الامنيه اللي موجوده في مصر ممكن يكون ليها مصلحه انك لا تساند التيارات الدينيه هناك، لا تساند الاطاحه بالفرد. الرئيس هيعمل ايه مع النظام حتى لو سبب الانهيار في سوريا ثم لبنان. ادي اول ملف. ملف الاشرار اللي عماد والاستاذ مصطفى اللي هو ملف الاسرائيلي. الملف الاسرائيلي تعقيداته كثيره جدا، لكن ما هوش مرتبط فقط بمصر اسرائيل، لا، في مصر اسرائيل ايران. احنا لدينا الان لاعب رئيسي في المنطقه اسمه ايران. هذا اللاعب ارتبط في لحظه من اللحظات ببعض العلاقات اللي بدت تكتيكيه مع فرع الاخوان في فلسطين اللي هو حماس، نتيجه عدم قدره الام اللي هو الاخوان مصر على التواصل معهم. النهارده اللي حاصل انه المنظمه الام الاخوان المسلمين في مصر هتتواصل مع حماس، وبالتالي ايران على الارجح هتتخذ موقف عكس ما كان سائد في الماضي. طيب، توظيف الخلاف السني الشيعي ما بين قوسين او الخلاف السياسي بين الاخوان وايران هيبقى من اين؟ لصالح من؟ بالقطع ده كارت القوات المتحده ذات العالم. معلش عشان وقتي بيخلص بتاع الفقره دي. الجمله الاخيره الخليج، لان احنا دلوقتي بنتكلم كلام بقى على بلاطه. لا السعوديه ولا الامارات ولا البحرين ولا عمان راضيين عن وصول الاخوان لحكم. الامارات تحديدا ده كده من الاخر على بلاطه. هو استثنى قطر فقط. قطر فقط. قطر بالتفق. وهناك احساس، واحنا عشان الامير نايف رحمه الله عليه توفى اول امس. نايف كان راعي اختيار الامير سلمان دلوقتي ولي من العهد. انا بقول الامير نايف باعتباره كان وزير الداخليه. الامير نايف كان هو راعي، والكلام ده لو اي حد من اخواني صلحوا لي انا هو على الهواء، كان راعي الاتفاقات اللي كانت تم بين الاخوان وبين السلطات السعوديه منذ ان تركوا مصر في عهد الرئيس عبد الناصر. وكان احد بنود الاتفاق اللا نشاط تنظيميا في السعوديه ولا تدخل في الشؤون الداخليه في السعوديه. وبدأ هذا الكلام يهتز خلال السنوات الاخيره نتيجه ما يرى السعوديين انه اخلال من الاخوان بالاتفاق. النهارده ما بقاش بس اخلال في الداخل، ده بقى فيه وجود في الخارج. وبالتالي لدينا